السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بإذن الله هنعمل خلطة كده من الزيت، مجموعة زيوت كده حلوة جدا لتطويل الشعر. في خلال شهر واحد هتلاقي شعر طول معاكي. طبعا كل واحدة بنت صغيرة أو كبيرة نفسها ان هي شعرها يبقى طويل. انا هقولك ازاي تطوليه في خلال شهر بمجموعة الزيوت اللي هقولك عليها. اول حاجة يكون الشعر انتي مسلكاه حلو جدا، يكون كده انتي سلكتيه ما خليتيش فيه اي عقد خالص، عشان كل خصلة كده تستفاد معانا بالزيوت كده. خلاص احنا بنكون مسلكينه كله. اهم خطوة واول خطوة معانا ان احنا يكون شعرنا ناشف مش مبلول. ليه؟ عشان خاطر ان هو يتشرب معانا من الزيوت، عشان لو مبلول مش هيتشرب معانا من الزيوت ديت. فاحنا عاوزينه ناشف عشان يبقى محتاج لكل نقطة زيت تتشرب فيه، ويبدأ ان هو يعمل عملية التطويل كده مع نفسه، ويبدأ ان يدينا النتيجة اللي احنا عاوزينها. احنا معانا ايه بقى؟ الزيوت السحرية اللي احنا هنعمل بيها التطويل الشعر ديت. احنا معانا زيت زيتون، زيت خروع، زيت صبار. 3 انواع دولت يعني سحرين جدا. طريقتهم حلوة قوي. زيت الخروع دوت عاوزه اقولك ان حتى لو في شعر عندك مش منبت او مقصف او كده من قدام كده، بتلاقي ساعات كده ان الشعر مش منبت كده شويه، زيت الخروع ده تحفه جدا. يعني لو مسكتي كده شعرك الحته اللي هي مش منبته قدام دي ودهنتي كده فيها من قدام الشعر الحته اللي مش منبته، هتلاقي ان هو بدا ينبت معاكي وبدا يطلع معاكي من زيت الخروع دوت. ده موجود عند العطار. بتروحي تجيبي الكميه اللي انت عاوزاها. في ازايز منه صغيره كده وفي ازايز كبيره زي ما انت عاوزه. بتجيبي زيت خروع، زيت زيتون، زيت صبار. بنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ نبدأ نحط معلقتين من كل انواع الزيوت اللي معانا ديت. معانا 3 انواع من الزيوت ديت كده. خلاص احنا قلبناهم مع بعض زي ما انت شايفة بقى. اول حاجة هنعملها، دي تاني خطوة مهمة غير الشعر الناشف، دي تاني خطوة مهمة، ان احنا هنبدأ ان احنا ندهن الاطراف بتاعة الشعر. يعني الاطراف بتاعة الشعر ديت ليه بندهن اطراف الشعر؟ اول حاجة عشان تبدأ هي اللي بتخلي الخصلة تنبت معانا. يعني زي ما اكنك كده بتسقي الجدر كده حاجة، فيبدأ ان هو يتشرب كله في الخصلة بتاعة الشعر. فاحنا بنبدأ نتشرب كده من تحت كده. اول حاجة تشربي اطراف الشعر حلو جدا عشان يبدأ ان هو يطلع كده في الخصيلات بتاعة الشعر معانا. بنبدأ ان احنا بقى ندهن كده الشعر كله بالكمية اللي معانا ديت. طبعا شعرك لو قصير يعني مثلا لحد هنا كده، بتبدأي ان الكمية ديت تغرقي الشعر بقى كله تحت وفوق وكل حاجة كده. بتبدأي ان انت تخلي الشعر يتشرب فيها عشان يبدأ ان هو يطول بسرعة معاكي. بنعمل الخطوة ديت كل قد ايه؟ بنعملها كل اسبوع مرة. بنعملها كده، بنشرب الشعر كله الزيت دوت كده وهو ناشف. بنسيبه قد ايه؟ بنسيبه حوالي من 4 ل6 ساعات. يعني سيبيه طول النهار، اعمليه الصبح بدري وسيبيه طول النهار كده شعرك يتشرب فيه. بتعرفي تلفي اللي هي الطاقية ديت، تلفي الطاقية. او مش حابه تلفي الطاقيه، بتجيبي بونيه كده اللي هو بتلبس البونيه البلاستيك دوت، بتجيبيه وبتلبسيه على شعرك وبتسيبيه 6 ساعات على شعرك. انتي بتحسي ان شعرك نفسه فتلته ونعمت وتريت كده معاكي. بتبداي ان انتي تغسليه بقى، وبعد ما بتغسليه بتنشفيه حلو جدا. تالت خطوه برضو بقولك عليها ان انت لازم تنشفي شعرك حلو جدا من الميه. يعني ما ينفعش ان انت تغسليه وتروحي لفاه كده كحك على طول او كده، لا، وهو مبلول دوت اللي بيخلي الشعر يتقصف وما بيطولش معاكي. فانت لازم تهويه شويه كده من الميه وتسيبيه ينشف علشان
خاطر يديك النتيجه اللي انت عاوزاها. بتعمليها كل اسبوع زي ما قلت لك كده، وهي مره واحده بس. بتغسلي شعرك بشامبو، يعني انت لو حابه تغسلي شعرك كل يوم ماشي اوكي عادي، لكن الشامبو مره واحده بس عشان ما يتقصفش، وعشان طبعا الحمام الزيت اللي انت بتبقي عاملاه في الاسبوع يبقى متشرب كده طول الاسبوع كده في الشعر معانا، وحاسس الشعر حاسس ان هو في زيوت، تبدا تنبت الشعر معانا ويطول معانا كده. هي الطريقه دي اللي قلت لك عليها. ان شاء الله هعمل لكم طريقه تانية لفرد الشعر، شعرك ازاي لو انت مجعد او كده تبداي ان انت تفرديه. نبدا نعملها معاكم ان شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بقى في لايك كده حلو، تعليق حلو منك، وقولي لي على الطريقه ان شاء الله عملتيها كده طلعت معاكي حلوه ولا لا. ما تنسنيش بقى في الاشتراك، وسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.